السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم ويا رب دايما كده بصحة جيدة. هنتكلم سلسلة حلقاتنا النهاردة عن العناية بالأسنان أثناء الصيام. اتكلمنا قبل كده عن الاهتمام بنظافة الأسنان في أثناء الفترة من الفطار للسحور. هنتكلم ازاي نهتم بأسناننا طول اليوم ويكون عندنا نفس تأثير وأحسن، يعني نفس التأثير وأحسن للفرشة والمعجون، وكمان ريحة فم منعشة وهيغنينا عن الغسول. عندنا الثلاث منتجات دول ممكن نستغنى عنهم بمنتج واحد فقط. المنتج ده هقول لكم عليه بس خليكم معايا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن السواك انه مطهرة للفم ومرضاة للرب، ولولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك من الحاجات اللي بتغنينا عن استخدام الفرشة والمعجون، لانها بتقوم بدور الفرشة وهو التنظيف الميكانيكي للسنان او ازالة البقايا الاكل من على السنان بكل فعالية، لانه عنده الياف لينة وناعمة وفي نفس الوقت متينة وقوية. وتاني حاجة اللي هو تأثير المعجون، او يدينا احسن كمان من تأثير المعجون، وهو ان المواد اللي فيه زي كلوريد الصوديوم وكلوريد البوتاسيوم والسنجرين، والمواد دي كلها مواد بتقتل البكتيريا اللي بتسبب مشاكل للأسنان والتهابات اللثة. كمان هو بيساعد في انه لو في حد عنده قابلية للنزيف في اللثة بيقل جدا، لان السواك بيعمل فيه مواد قابضة للأوعية الدموية بتاعة اللثة. كمان في فيتامين سي. فكل الابحاث اللي تم اجراءها على السواك هي بتؤكد وبتثبت انه اكثر فاعليه من الفرشه والمعجون. بس يا جماعه خدوا بالكم ان انتوا تجيبوا السواك من مصدر موثوق منه، لانه في حاجات كتيره بتكون يعني مش جودتها مش كويسه وبتكون تقليد. فالسواك الطبيعي اللي مستخرج من شجره الأراك في كل مزايا الفرشه والمعجون مع بعض، ونقدر نستخدمه اثناء الصيام كمان بدون اي مشاكل وبدون اي قلق. استخدموا السواك في الصيام، هيديكوا روحة فم منعشة جدا، وهي كمان هيقلل كتير من مشاكل الأسنان والتهابات اللثة اللي بنشوفها وجفاف الفم. أشكركم وأشوفكم المرة الجاية على خير. استخدموا السواك هتكون أسنانكم أحسن بكتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.